سلام الله عليكم أحبتي في الله، وبعد السلام نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جيتكم من جديد وجبت لكم معايا أحلى أكلة تقليدية صوفية، واللي هي كسرة الشحمة. وهذا تحت طلب أخت معنا طلبت مني كسرة الشحمة بالتفصيل، وجبت لكم عفوا طريقة سهلة باش تقدروا تهزوا بها العجينة بكل سهولة، وتقدروا تتعاملوا معها بلا ما تتقطع معكم. وطبعا إذا حابين تعرفوا الوصفة ومحتوى الفيديو كملوا معي للأخير، فرجة ممتعة. وبسم الله نبدو الوصفة تاعنا. أول حاجة راح نبدو بالعجين. واش نحتاجو؟ أنا راني هنا خدمة كمية كبيرة، أنتم تقدروا تستعملوا على حسب أفراد العائلة، لأنه هنا المقدار ماهوش محدد. هنا عندي بالضبط كيلو 200 غرام تاع سميد يكون ناعم. درت مغرفة كبيرة مليانة تاع الملح، نضيفه في الأول لأنه الملح يساعد العجينة باش تتعلق. وراح نبدا نلم العجينه تاعي بالماء، الماء يكون نورمال من الروبيني، لا يكون دافي لا يكون بارد. لكن راح نبدا نضيف بالتدريج، ما نضيفوش دفعه واحده. دائما نقول لكم في المعجنات ما نضيفوش الماء دفعه واحده باش ما يغلبناش الماء ونبقوا نزيدوا في السميد ولا نزيدوا فرينه. كما تشوفوا راح نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على عجينة. والمبتدئات لازم تكون عجينة حاكمة روحها، ما تطريش العجينة، خاصة إذا كنت مبتدئة كما قلت لكم. لأنه إذا كنت مبتدئة وطريتي العجينة وتعاود ترتاح العجينة تعاود تطلق روحها، من بعد راح تتعبك في الخدمة وراح تتقطع معك فوق البوطاجي. قبل ما تهزيها راح تتقطع كامل. العجينة تاعي بعد ما تلمدت عجنتها مدة 3 إلى 4 دقائق على حسب نوعية السميد. إذا كان السميد نوعية جيدة ما يحتاجش ياسر العجن. وكما تشوفوا العجينة تاعي راهي حاكمة روحها، ماهيش عجينة طرية. شوفوا القوام تاع العجينة هنا، نحيت لكم التسريع باش تشوفوا العجينة. كما قلت لكم تلكتها مدة من 4 إلى 5 دقائق. ومن بعد راح نجيب كيس بلاستيكي وراح نحط العجينة تاعي. ما ندير حتى حاجة في العجينة، ما ندير زيت ما ندير فرينة، لانها كما شفتوا راهي متماسكه نوعا ما، مش راح تلصق. راح نخليها بجه ونروحوا مباشره للحشوه تاعنا. وبما ان هذه كسرة شحمة المكون الرئيسي هو الشحمة، كما تشوفوا عندي طرف تاع شحمة كان في المجمد. لازم يكون شوية مجمد باش نقدروا نرحوه بكل سهولة. وهذه الكمية اللي استعملتها، وكما قلت لكم راني استعملت كمية كبيرة. راح نطرف الشحمة تاعي ومن بعد راح نرحيها. انا نحب نرحي الشحمه لانه ولادي ما يحبوش هكا الطروفه تاع الشحمه من بعد في الكسره. وانتم على حسب الرغبه تقدروا تقطعوا هكا طريفات صغيره غير بالموس. رحيت الشحمه تاعي راح نفرخها في الماعون، ومن بعد راح نجيب الخضر اللي نحتاجها. واش نحتاجو؟ عندي 3 حبات طماطم كبار، الفلفل الحار على حسب الرغبه، وعندي راس كبير تاع ثوم كما تشوفوا كميه كبيره تاع الثوم، وعندي فلفل احمر شايح حار. هذا من المقادير كامل. اول حاجه راح نرحيهم في الروبو. راح ندير الدرسة تاعي. أول حاجة راح نحط الثوم ونبدأ نرحي فيه، من بعد نرمي عليه الفلفل الشايح، ومن بعد الفلفل الحار الأخضر والأحمر، ومن بعد راح نقطع طماطم ونرميها. وكي نرمي طماطم راح نبدأ نرحي بتقطع باش ما تجيناش هذه الدرسة جارية ياسر. وهذا القوام تاعها بعد ما رحيتها كما تشوفوا. وانتم كما تحبوا تقدروا تقطعوها بإيديكم، والثوم تديروه في المهراس تهرسوه مع شوية ملح. انا دائما نحب هذه الطريقه الاخف، وخاصه انه ايدي فيها الاكزيما ما نقدرش نقطع الخضر بايدي. بعد ما ضفت هذيك الخضر راح نضيف الملح، دائما يبقى حسب الرغبه. درت مغرفه كبيره تاع لفاح اللي هو راس الحانوت، ومغرفه صغيره تاع الاكليل. وهنا عندي مغرفه كبيره مليانه تاع طماطم مصبره. تقدروا تزيدوا الفلفل هذاك مش الشايح، الفلفل العكري الزيانه. وتقدروا تضيفوا القنطص ايضا اذا متوفر عندكم. وراح نخلط هذا من المقادير كامل، وهنا تكون الحشوة تاعنا راهي حاضرة. هذه أسهل حشوة تقدروا تحضروها. راح نروحوا. قبل ما نروحوا نكملوا، إذا وصلتوا لهذه المرحلة أمانة خلوا لي لايك فضلا وليس أمرا. وراح نبدأ نخدموا الكسرة تاعنا. حضرنا العجينة وارتاحت. دائما نحضروا العجينة هي الأولى
باش ترتاح في خاطرها. حضرت الحشوة تاعي، حضرت هكا ماعون فيها شوية زيت باش ندهن به الطاوة. وهنا المبتدئات دائما راني نوجه هذا من الملاحظات للمبتدئات. العجينة تاعنا كما تشوفوا العجينة كيفاش راهي طلقت روحها، وكما شفتوا خليناها متماسكة، لكن كي ارتاحت عاودت ترخفت. راح نبدا نقرص، ودائما هنا دهنت كما شفتوني دهنت شويه البوطاجي باش نحط فيه التقريصات اللي راح نبدا نخدمهم. دائما المبتدئات ما تقرصوش العجينه كامل وتحطوها فوق البوطاجي، لانها راح كما نقولوا تترخف وتطرى. هنا ناحيه الفقاعات اللي كانت في العجينه راح نقرص باي هكا زوز خبزات، وراح نغطيهم باش ما تنشفش معنا العجينه، لانه اذا درت هكا قشره من فوق ونشفت من بعد كي نحلوا العجينه راح تتقطع. راح نجيب الفرينه، ونستعين دائما هذه الكسره نستعينه بالفرينه، وراح نبدا ندير كميه لبس بها بهذا الشكل، ونبدا نفتح. وكما تشوفوا الطريقه تاع الفتح دائما نرش الفرينه ونقلب العجينه تاعي باش ما تلصقش فوق طاوله العمل. نرش دائما الفرينه، لكن ماشي هكا بكميه مبالغه، غير نرش فقط. ونفتح بهذه الطريقه اللي راهي موضحه. نركزوا على الاطراف باش ما تجيناش خشينه، لانه من بعد في الوسط كي نهزوا الخبزه راح وحدها راح تعاود تتوسع وترقاق. كما تشوفوا هنا المبتدئات ما تحلوش الخبزه تاعكم كبيره. هنا حبيت نوريكم القطر تاع الخبزه 25 سنتيمتر، لانه من بعد كي نحطوا الحشوه ونعاودوا نحطوا الطرف الثاني تاع العجين ونهزوها راح توسع معنا العجينه، واذا كنت مبتدئه راح تتقطع في ايدك. راح نفتح الثانية بنفس الطريقة وبنفس القطر كما تشوفوا. راح نحط كمية من الحشوة، لكن قبل ما نحط كمية من الحشوة نتأكد بلي راهو العجين تاعي ماهوش لاصق في طاولة العمل هكا، وننفض الفرينة الزايدة. وراح نحط كمية الحشوة المرغوب فيها. ودائما المبتدئات ما تزودوش الحشوة باش ما تتقطعش معكم العجينة، لكن إذا اتبعتوا هذه المراحل والخطوات بإذن الله راح تنجح معكم من أول مرة. راح نوزع الحشوة تاعي وراح نغطيها بالطبقة الثانية تاع العجين. راح نحيي هكا الفرينة الزايدة، راح نضغط في الأطراف، راح نسكرها باش كي نهزها ما تطيحش الحشوة. نحاول نضغط مليح بهذه الطريقة. والطاوة تاعي راهي تسخن كما قلت لكم في الأول. راح ندهن الطاوة تاعي هكا بكمية قليلة تاع الزيت، ما نزودوش لأنه الحشوة تاعنا راهي فيها الشحمة. راح نهز بهذه الطريقة كما تشوفوا. ما تخافوش لانه العجينه راهي متماسكه مش راح تتقطع معكم. نهزوها غير بسياسه، واول ما نرميها في الطاوه راح نعاود نفتحها بايدي كما شفتوني. وكما شفتوا الخبزه كي هزيناها كانت صغيره، لكن كي نحطوها في الطاوه راح نعاودوا نوسعوها بيدينا. وشوف القطر تاعها هنا بعد ما حطيتها في الطاوه وريقلتها قستها لقيت القطر تاعها 30 سنتيمتر. كما قلت لكم العجينه كي نهزوها راح وحدها تتمدد ونعاودوا نريقلوها، وراح نبقى نقلب فيها بهذه الطريقة اللي راهي موضحة. الفيديو راه موضح أكثر. ندورها هكا ونقلب حتى تطيب كامل. وراح نعطيكم طريقة ثانية أيضا باش تشوفوا أنا هي الطريقة اللي تناسبكم وتخدموا بها بهذا الشكل. راح نبقى نضغط عنها باش تطيب كامل بنفس الإحمرار. راح ننحيها باش تشوفوها كيفاش طابت. نكون محضرة هكا معون باش نحط فيه الكسرة تاعي، وهذا شكلها بعد ما طابت. هنا راهي مازالت سخونه، حاولت نفتحها باش تشوفوها. وراح نعاود معكم واحده اخرى. هذه الثانيه راح نعاودها بالطريقه اللي مالفه نخدم بها. ندير العجينه تاعي السمك تاعها عفوا القطر تاعها هكا كبير. واول ما نطيب وحده راح نقرص واحده اخرى ونخليها ترتاح كما شفتوا. دائما كل ما نطيب وحده نقرص اخرى ونحطها ونغطيها. راح نفتح العجينه ودائما نركز على الاطراف بهذه الطريقه. كما شفتوا هنا فتحتها بسمك حوالي 1 مليمتر. راح نفتح الثانية بنفس الطريقة. راح نقلبها ونحي هكا الفرينة، إذا كانت هكا كمية فائضة من الفرينة نحيها. راح ندير الحشوة. درت لكم الطريقة هذه باش تعرفوا بلي راهي العجينة كي تعود هكا عجينة معجونة وحاكمة روحها مش راح تتقطع معاكم حتى درتوها رقيقة. راح نضغط في الأطراف ونهزها بنفس الطريقة مباشرة. ندهن الطاوة أول حاجة، ونهز الخبزة تاعي بكل سهولة، وراح نرميها في الطاوة ونعاود نعدلها بهذا الشكل.
أول ما نرميها راح نعاود ندهن هذا الوجه تاعها بهكا كمية قليلة من الزيت، وأول ما نشوفها حكمت روحها راح نقلبها كيما تشوفوا. بإذن الله راح تجربوا هذه الطريقة وهذه الحشوة وراح تعجبكم. راح نطيبها بهذه الطريقة، ومن بعد راح نشوفوا الطريقة كيما قلت لكم الثانية للمبتدئات. راح نبقى هكا نقلب وندور فيها حتى تطيب كامل. وهذه الطريقة الثانية للمبتدئات. كما تشوفوا العجينة تاعي هنا فتحتها فوق ورق الطبق عفوا الطبخ، ودرت السمك تاعها 1 مليمتر. راح نحط الحشوة وراح نسكرها بالطبقة الثانية تاع العجين، نحاول نعدلها مليح ونسكرها كما قلت لكم، وراح نهزها بهذه الطريقة الموضحة. أول حاجة ندهن الطاوة، والنار ما تكونش ناقصة، تكون من وسط إلى قوية بهذا الشكل، لأنه إذا درتوا النار ناقصة راح تنشف العجين ينشف معكم وتجيكم يا الكسرة. هنا أول ما رميتها راح نعاود ندهنها في الوجه بهذه الطريقة اللي راهي موضحة، وأول ما نشوفها تماسكت وبداية هكا يطلع لها الطياب من فوق راح نقلبها كما تشوفوا هنا. نحيت لكم التسريع، نقلبها بورق الطبخ ونحي ورق الطبخ ونعاود هكا نعدلها ونبقى ندور فيها حتى تطيب تماما. نكمل نطيبها ونروح نشوفوا الكسرة تاعنا في شكلها النهائي. وهذه الكسرة تاعنا بعد ما طابت، هذه اللي كنت طيبتها معكم فوق ورق الطبخ، وهذا شكلها. وراح نقصها معكم باش تشوفوها، وان شاء الله الاخت اللي طلبت مني الكسره بالتفصيل تشوف الفيديو وتطبقها، واذا نجحت معها تخلي لي تطبيقها في جروبنا، جروب مطبخ الحراير احلام الصوفيه على فيسبوك. وان شاء الله في هذا الفيديو نكون وفيت وكفيت ان شاء الله الوصفه تجربوها وتنجح معكم كامل. وفي الاخير كما نقول لكم ديما، هذا الفيديو تاعي تاع اليوم ان شاء الله عجبكم ونال رضاكم، وان شاء الله نكون افادتكم ولو بالقليل. ودائما ما تنسوش تدعموني بالاعجاب والاشتراك والبارتاج، ودمتم في رعاية الله. الى اللقاء.